الامهات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وحب وفرح قلب. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا جايلي رسائل كتيره قوي قوي منكم، وانا عارفه ان انا متاخره كتير على رد الرسائل دي، بس هوعدكم من هنا وجاي كل الرسائل اللي اتبعتت لي سواء في الصفحه او القناه هرد عليها. بس قبل بقى ما اتكلم على فراشتي الحلوه اللي بعتلي المشكله بتاعتها دي، انا عايزه اشكركم جدا جدا يا حبايب قلبي على دعمكم ليا وتشجيعكم ليا، وانتوا فعلا اسرتي التانيه اللي بعتز بيها وبحبها قوي. طيب احنا هنتكلم النهارده في المشكله دي، ويمكن المشكله دي حد فيكم مثلا بيعاني من جزئيه فيها، او هو عنده نفس المشكله، فهنشوف بقى ايه حلول بسيطه كده مع بعضينا للمشكله اللي الفراشه من فراشاتي بعتها لي، يعني بقى لها فتره، ويعني بجد انا متاخره فعلا على رد الرسائل، بس هوعدكم فعلا من هنا وجاي كل الرسائل هرد عليها. يلا بقى كده روحي اعملي لك مشروب حلو وتعالي بقى ايه نقعد مع بعض كده ندردش شويه. الفراشه دي يا بنات بعتالي بتقول لي يا مرمر، انا يعني هي متجوزه يا بنات بقالها 5 سنين، عندها طفل عنده لما تم 3 سنين هي حملت وجابت طفل تاني. فبتقول لي يا مرمر، يعني انا كنت الاول قبل حتى ما يجيب الطفل الاولاني هي كانت مهتميه بجوزها قوي، طبعا بقى مدلعاه وشايفه طلباته ومخليه بالها من نفسها. فبتقولي لما جبت الطفل الاولاني ابتدى بقى ايه يعني الاهمال واحده واحده يخش يعني ما بقتش تهتم بنفسها يا بنات. فزاد بقى اكتر لما جابت الطفل التاني، فقالت لي بقى يعني انا الضغوط عليا والبيت وطفلين معايا، وابتدأت بقى المشاكل فعلا. بتقول لي ابتدأت من الطفل التاني، واهمال جوزها ليها ابتدى اكتر من الطفل التاني. فبتقول لي انا جبتهم ورا بعض، بس انا مضغوطه، طلبات البيت واولادي وانا غصب عني، وفي نفس الوقت خايفه ان جوزها يضيع منها، لان هي بتقول انا ابتديت اشوف اهماله ليا، اشوف ان هو يعني الحاجات اللي كان بيعملها معايا كده يعني بطل خالص، يعني واكتريه وقته بقت بره البيت مع اصحابه. فهي بتقول لي طب اعمل ايه؟ طب اجيب وقت يعني ليه وللاولاد ولنفسي، مش لاقيه وقت. دي مشكله معظم معظم البنات اللي متجوزه جديد يعني بيعانوا منها، لان بيبقى لسه هم اول خلفه دي بتبقى محتاجه رعايه، ولسه هي اول تجربه وما عندهاش خلفيه، ما عندهاش خبره، واول بيبي بيبقى مدياله كل الاهتمام، بيبقى يعني عامل الامومه بيبقى هو يعني العامل الاساسي عندها، فبتنسى اي حاجه بقى قصاد الطفل الاول ده. ولما كمان تجيبهم ورا بعض كده يا بنات، وتجيب بقى الطفل الثاني مع الطفل الاول وبينهم مفيش مسافه كبيره، مع متطلبات بقى البيت والحياه، ده بيبقى فعلا ضغط على اي ام جديده لسه في مقتبل حياتها. واي بقى راجل بيشوف حاجه زي كده وبيشوف بقى ان هو بعد ما كان كل الاهتمام ليه والرعايه ليه والدلع ليه، ابتدى بقى في منافسين تانيين، فهي بيحصل لخبطه عندها. طب يا ترى هو يعني بطل يحبني، هو خلاص مبقاش يهتم بيا، ولا طب وفي نفس الوقت طب تقول طب انا اعمل ايه؟ طب ما انا برضو اولادي عايزيني والبيت وضغوط. بصي يا حبيبه قلبي، انت بصي المشكله دي فعلا هتلاقيها عند بعض او اكتريه البنات اللي هم ايه يعني متجوزين في بدايه جوازاتهم كده، وبقوا امهات جداد، وكل الرعايه هم اللي متكفلين بكل الرعايه سواء في البيت مع اولادهم. فانا عارفه ان الموضوع بيبقى صعب، بس لازما بقى يبقى ليه حل معاكي، او لازم تقعدي مع نفسك كده ترتبي يومك مع ولادك، بدايه يومك، وفي نفس الوقت لازم برضو تهتمي بنفسك اولا، وبعد كده
تهتمي باولادك وجوزك، يعني لازم تبدي نفسك الاول، تهتمي بنفسك. هي بتقول انا اهملت نفسي، اهملت نفسها خالص. ابتدى جوزها مثلا يعني مستغربها، انت في حاجات يعني مثلا تقولي انا ممكن طول اليوم انسى ان انا اسرح شعري، لا مش هينفع. يعني رعاية بيتك وتربيتك لأولادك مش هتنسيكي نفسك، مش هتنسيكي رعايتك لنفسك. يعني هو أي راجل في الدنيا بيبقى محتاج يشوف الست بتاعته كده منورة في البيت ومهتمية بنفسها، قمر 14 كده، ريحتها حلوة، مهتمية بيه برضو. لأن خلي بالك يعني هو مش كاره حتة إن أنت مهتمية بأولاده، لا هو عايز يشوفك كده زي ما اول مره ما شافك، يعني زي ما يعني تفضلي نفس النظره بتاعته اللي هو يعني خطبك بيها وحبك بيها واتجوزك بيها، يعني شمعه كده منوره، اموره كده، تصرفاتك كده شيك، مهتميه بنفسك، ريحتك حلوه. فده كله سهل خالص ان انت تعمليه. هتعمليه ازاي بقى؟ لما تيجي ترتبي يومك وبدايه يومك. اول حاجه كده اول ما تقومي من نومك طبعا انت يعني تاخدي الشاور بتاعك، وبعد كده بقى ايه، اذا كنت تصلي تفتحي قرآن في البيت، يبارك البيت كده، حاجه دينيه كده تبارك البيت وتبارك اليوم. ويعني مش اول ما تقومي تقولي او انا هاخد شاور ليه، ده انا كفايه اغسل وشي وخلاص وشعري ايه، ما انا شعري هيتنعكش طول اليوم والعيال. لا، قومي تاخدي الشاور بتاعك، تحطي تشغلي اي حاجه دينيه حسب ديانتك، وتهتمي بنفسك. يعني نفسك اولا، لما هتهتمي بنفسك هتحبي نفسك، ولما هتحبي نفسك هتحبي اللي حواليكي، هتحبي اولادك وهتحبي جوزك، وتعرفي تديهم بقى، تديهم حب وحنيه وطبطبه. لكن انت بقى لو طول النهار شعرك منكوش، اصل انا هسرح ليه؟ ما انا كده كده شعري هيتنكش. ايه شعرك هيتنكش؟ طب انا احط ميك اب ليه؟ طب ما انا كده العيال، طب مش عارف ليه. لا 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 خالص، زي ما انا قلت لك كده، وتحطي ميك اب كده خفيف، تلبسي حاجه شيك. ايوه، بصي انا عايزاكي اللبس بتاع الصبح غير بتاع اخر النهار غير بتاع بالليل. هتقولي لي يا مرمر هغير 3 مرات في اليوم؟ هتغيري 3 مرات في اليوم، لانك انت بتربي اطفال. وطبعا الاطفال يعني انت بتقولي يعني طفل عنده 3 سنين والطفل التاني يعني حوالي بتاع 1.5 سنة او حاجه زي كده. طبعا الاطفال انت بتغيري لهم طول اليوم بامبرز وبتحميهم فانا عايزه ريحتك تبقى حلوه، زي ما هيبقى ريحه اطفالك حلوه مهتميه بيهم، لازم برضو انت ريحتك تبقى حلوه، علشان جوزك لما يجي من بره يلاقي ريحتك حلوه، ما يبقاش فيه نفور، ما يبقاش فيه عايز يقضي زي ما قلت لك طول الوقت بره. غيري 3 مرات في اليوم. انت اول ما تصحي من النوم كده البسي اللبس العملي اللي هو بتاع اليوم. يعني انا بفضل يبقى بنطلون وبلوزه، حاجه قطن كده تبقى خفيفه معاكي، ميك اب خفيف كده، سرحي شعرك، لما تبصي في المرايه كده هتحبي نفسك. ولو عديتي على المرايه في اي وقت كده وبصيتي كده هتحبي نفسك. ايوه هتحبي نفسك. وتبتدي بقى تشوفي يومك وتقسميه. يعني اليوم مثلا اللي انت عامله فيه اكل ومش هتعملي فيه اكل، خلاص ممكن تعملي فيه حاجه حلوه. لا يعني حاجه حلوه كده تعمليها مفاجاه لجوزك، صينيه جلاش، صينيه اي حلويات، صينيه كيك، صينيه بسبوسه، هريسه، اي حلويات كده انت بتعرفي تعمليها، خلاص اعمليها على السريع. تحضري مشروب. الحاجات دي يعني انت تنتهزي فرصه ان انت اليوم اللي مش هتخشي في المطبخ تعملي فيه اكل، يبقى عندك اكل او عندك اكل من امبارح. تمام، اعملي حاجه حلوه فرحي بيها جوزك، فرحي بيها نفسك، اعملي مشروب حلو على اساس اخر النهار كده او بالليل كده وانتوا قاعدين مع بعض فرحي بقى بطبق كده بسبوسه، طبق جلاش، كيك،
مشروب كده، اي عصير كده طبيعي تعمليه. الحاجات دي صدقيني بتفرق يا ست البنات ويا ست الكل، الحاجات دي بتفرق مع اي راجل. زي ما انا قلت لك، يعني قبل ما يجي غيري لبسك، مش يبقى هو اللبس اللي انت طول النهار بيه مع ولادك بيه في المطبخ بيه. لا، غيري لبسك. تمام. وقبل برضو ما تغيري لبسك تشاور خفيف كده. شاور خفيف كده. يعني الميه عندنا، يعني مش هتجيبي ميه من بره. شاور خفيف كده، وتغيري لبسك، وبرده تسرحي شعرك وتهندمي نفسك، وميك اب خفيف وموزيل كده وشويه برفان، مع يخش كده اخر النهار كده يجيلك ايه ده، ايه القمر ده. كل ده هيفرق معاه. ولادك نظمي لهم بقى وقتهم، يعني حاولي ما تخليش اليوم كله لخبطيطه، لا نظمي وقتك وادي لوقتك، يعني ادي لنفسك انت مساحه انك انت يعني تهتمي بنفسك. زي ما انا قلت لك، انت لو اهتميتي بنفسك هتحبي نفسك، ولو حبيتي نفسك هتحبي اللي حواليكي. طبعا هيبقى في غدا، يبقى انت قبل ما يجي بقى حاولي اولادك خليهم ياخدوا الشاور. تمام. وحاولي تاكليهم وتظبطيهم، وحددي لهم ميعاد نوم يناموا فيه. يعني هو لما يجي كده اخر النهار يبقى انت كده يحس ان انت ليه لوحده. يعني لقمه الغدا كده هتحطيها وتاكلوا مع بعض لقمه مع بعضيكوا، يبقى في حماميه كده وفي حب. يعني رجعي له كده. يعني انت بتقولي كان اول الجواز حاجه وكان بيحبني وما يطلعش بره وناكل ونشرب مع بعض، دلوقتي اصحابه وممكن يطلع بره وخروجات وياكل بره. لا، ما هو انت السبب، وانت قايله انا السبب برضه. يعني انت بعتلي بتقولي انا عارفه ان انا السبب لاني اولادي واخدين وقت. انت حاولي سستمي اولادك انهم يناموا الظهر، يناموا شويه الظهر او العصر. تمام. بحيث هو لما يجي يتغدى يلاقي البيت كده هادي، ولادك انت مظبطاهم واخدين الشاور بتاعهم ومغدياهم ومنيماهم. هيجوا بقى هتيجي بقى فتره الغدا دي هتعدي، هيجي بقى مثلا هو لو عايز يتفرج على اي حاجه، يقعد على الموبايل بتاعه، هيتفرج على التلفزيون، اي حاجه في الفتره دي هو هياخد مساحته كده مع نفسه، يكون اولادك صحوا من النوم. هتبتدي برضو تشوفي اولادك وتظبطيهم، والجعان هتاكليه، حاولي نسقي يومك وتظبطي نفسك. يعني حاولي تنسقي يومك وتظبطي نفسك في الوقت ده. برضو ما تنسيش ان انت لو عامله حاجه حلوه تقدمها له، مشروب كده على السريع تديهوله، حببيه فيكي وفي المكان. وده كله بتنظيم وقتك، تنظيم يومك، اهتمامك بنفسك. هتيجي طبعا وقت النوم بقى. يعني وقت النوم يا ريتك لما هتيجي تنامي كده يا ريتك برضو تغيري اللبس اللي انت لابساه، البسي بيجامه بقى كده رقيقه كده للنوم، ريحتها حلوه، شويه برفان، شويه موزيل. تمام. وبرضو حاولي ما تسهريش اولادك، يعني عوديهم برضو ان هم ليهم ميعاد يناموا فيه، ما يسهروش. لان انت بصي سن 3 سنين وسن يعني والسن التاني داخل على سنتين، سن يعني ينفع ان انت تعودي ولادك، يعني عوديهم على نظام. ما تخليش اليوم بقى كله يبقى عشوائي، يعني يومك كله يبقى عشوائي. اول ما تقومي كده مش فاهمه انت عايزه ايه، هتبتدي بايه، هتعملي ايه، مهمله في نفسك. يعني هو يقوم الصبح هيلاقيكي مهمله في نفسه، هيمشي هيجي في وقت الغدا او وقت ما خلاص الشغل بتاعه خلص، هيلاقيكي نفس اللي شافها الصبح هيشوفها بعد الظهر، وهيخرج لاصحابه بعد الظهر، هيجي بالليل يشوفك بنفس المنظر ونفس. ما هو طبيعي هيحصل له ملل ونفور، وشويه شويه هتلاقيه خلاص مش حابب اصلا يقعد في البيت او يقعد معاكي او يتعامل معاكي. فكلها حاجات بسيطه يا حبيبه قلبي. لو انت عملت الحاجات البسيطه دي، يعني الروتين البسيط ده مع يومك مع اولادك، عودتيهم على نوم معين، وقت نوم معين،
ووقت اكلهم في وقت معين، والشاور بتاعهم ظبطيه برضو في وقت معين. هتيجي الحاجات دي انت نفسك هترتاحي، وهتلاقي نفسك، هتلاقي وقت لنفسك ووقت لجوزك. هو بصوا، هي مش مشكلة، هو اسلوب حياة. يعني انا مش شايفاها مشكلة على قد ان هي اسلوب حياة. واكيد كل حد في اول جوازاته، بالذات الاولاد لما بيبقوا لسه صغيرين، بيعاني من الحتة دي، من عدم الوقت والاهمال في النفس. يعني هي نفسها بتقول لي يا مرمر انا زعلانة على نفسي، لاني انا ما كنتش كده خالص. انا عارفة ان الاولاد غاليين وغاليين قوي، بس لازم نعمل توازن يا بنات، لازم نعمل توازن علشان ما نخسرش. يعني نكسب جانب ونخسر جانب تاني. يعني لازم نعمل توازن. وحتى يعني ما يصعبش عليكي نفسك برضو ان انت اهملت في نفسك. ف يا حبيبتي يعني يا ريت انا اكون فدتك بحاجه صغيره من كلامي، ونفذي كده لو جزء صغير من اللي انا قلته لك، وباذن الله تبعتي لي وتقولي لي يا مرمر الدنيا اتظبطت وبقت زي الفل. يا ريت اي حد شاركني في المشكله دي، لو حتى عنده جزء منها صغير بيعاني منها، يا ريت ينفذ ويشوف برضو الدنيا معاه هتبقى ايه لو حتى حاجه صغيره من اللي انا قلتها. وهوعدكم بقى يا حبايب قلبي من هنا ورايح كل الرسائل بتاعتكم هرد عليها. ما تنسوش يا حبايبي بقى اللايك، مفيش اسهل من كده على قناتي، اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. وعلى صفحتي مفيش اسهل من كده مع ماري داود، يا ريت المشاركه واللايك والكومنت اللي بيفرحني. وباي باي.